السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متتبعاتي في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي نشارك فيه معكم مجموعه جديده من موديلات القفطان المغربي. جبت لكم تشكيله اخر ما كاين، موديلات ولا اروع، اخر التصاميم اللي خاصه بالقفطان المغربي وكذلك حتى التقشيطه المغربيه. فإلا كنتم مهتمين تابعوا معايا الفيديو للاخر باش نشوفوا جميع الموديلات. وهنا غادي نبداو مع هذا الموديل ديال التقشيطه اللي كتجي في اللون الرمادي. بالنسبه للتقشيطه هنا كتجي مخدومه بزواق المعلم، خدمه اللون في اللون وكيجي فيها حتى التنبات. بالنسبه للفصاله، فصاله ايفازي وكتجي بالكول في كيف ما كتلاحظوا معايا، كيجيو فيها السفيف مدوبلين. وهنا الشكل ديالها كيفاش كيجي كتبان لكم واضحه اكثر. كذلك هنا غندوزو باش نشوفوا هذا الموديل اللي كيجي في اللون الغوز. التقشيطه اللي كتجي حتى هي انيقه، فصالتها مخزنيه، كيجيو فيها فتحي في الجناب كيف ما كتلاحظوا هنا، راه كتجي مخدومه بالسفيفه. بالنسبه للتقشيطه العنق ديالها كيجي طاير، والقفطان كيجي بالكول في بهذا الشكل هذا. كيجي واحد التصميم اللي مختلف بالنسبه للكول كيف ما كتلاحظوا. وهنا غندوزو لهذا الموديل اللي كيجي ديال موزون، قفطان في اللون الاسود ومخدوم بالسفيفه، وكيجي فيه التبطين باللون الاحمر. بالنسبه لهاد الموديلات من التكاشط اللي كيجيو مختلفين في لوينات مختلفين، وكتجي فصالتهم مخزنيه. بالنسبه للخياطه هنا كيجيو مخدومين بالصفيف ديال الصم اللي كيجيو مدوبلين. بالنسبه لهاد الثوب، هذا ثوب لي جديد كيجي بهاد الطبعه، كيجي فيها اللون الذهبي وفيها بزاف ديال اللوينات. وهنا غندوز معكم باش نشوفوا هذا الموديل ديال التكشيطه اللي كتجي مخدومه بالصفيفه ديال الصم في اللون الاحمر، وكيجي فيها التنبات كيف ما كتلاحظوا، كلها كتجي مخدومه في اللون الذهبي. كذلك هنا كاين موديل اخر من التقشيطه المغربيه اللي كتجي رائعه. بالنسبه لهذا الموديل كيجي في اللون التيركوا، مخدوم حتى هو بالصفيفه ديال الصنف اللون الذهبي، وكيجي فيه زواق المعلم مخدوم بالزواق والتنبات. وكيف ما كتلاحظوا الدفينه ديالته كتجي مخدومه بالتبطين في اللون الموف. بالنسبه لهاد الموديلات من التكاشط اللي مخدومين بهذا الثوب هذا اللي هو ثوب ديال المبرة، وكيجيو فيه الخطوط بهذا الشكل هذا، كيجيو في اللوينات مخدومين بالسفيفه، وخدمتهم كتجي خدمه اللون في اللون. بالنسبه لهذا الموديل هذا قفطان ديال موزون، كيجي الثوب كله عامر بالموزون مخدوم اللون في اللون، والفصاله ديالته فصاله اللي روميه كيف ما كتلاحظوا. وهنا غندوزو باش نشوفوا هذا الموديل ديال التكشيطه اللي كتجي في اللون الغوز مخدومه اللون في اللون، كتجي بزواق المعلم والتنبات، وكتجي فيها الفصاله مخزنيه. كذلك هنا كاين موديل اخر من التكشيطه اللي كتجي رائعه في اللون الكامل كيف ما كتلاحظوا معايا والذهبي، ومخدومه باللون ديالها. بالنسبه للفصاله ديالتها كتجي فصاله ايفازي كيف ما كتشاهدوا هنا معايا، وكيجيو فيها جوج فتيحات في الجنب ولكن ما طالعينش بزاف بحال الفصاله اولا بحال الفتاحي اللي كيجيو في الفصاله المخزنيه. وهنا غندوز معكم باش نشوفوا هذا القفيطن اللي كيجي في اللون الاسود مخدوم بالطرز والتنبات، وكيجي خدمه اللون في اللون كله مخدوم، سواء التنبات ولا الطرز او السفيفه كتجي في اللون الاسود فقط. كيجي فيه التبطين في الكميمات في اللون الازرق كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للتبطين بعض المرات كنضيفوه فهو كيهرس لينا اللون ديال القفطان الا كان مخدوم كله اللون في اللون. وهنا غندوزو باش نشوفوا هذا الموديل ديال التكشيطه ديال المبرة اللي كلها مخدومه بالتنبات كيف ما كتلاحظوا معايا في اللون الذهبي ولونها، وكتجي مخدومه مخزانيه بالسفيف مدوبلين. كذلك هنا كاين هذا الموديل كيجي رائع بالنسبه للتكشيطه بلديه في صاله مخزنيه، وحتى الطريزات ديالها كيجيو بالصم بلديين كيف ما كتلاحظوا هنا معايا، كتجي مخدومه بالسفيف حتى هي مدوبلين. وهنا غندوزو لهذا الموديل اللي كيجي في اللون بلون كاسي، تكشيطه اللي يقدروا يلبسوها العريسات كيف ما كتلاحظوا معايا، مخدومه بالسفيف ديال الصم اللي مخدومين بالحرير والصم. كاينين السفيف اللي كيتخدم فيهم الحرير والصم، كيجيو بجوج مخلطين وكيجيو زوينين، كيتخدموا بزاف على التكاشط وكذلك حتى في الموديلات ديال القفاطن. وهذا النوع ديال السفيف كيطلع غزال على سواء التكشيطه ولا القفطان المغربي. وهنا غندوز معكم باش نشوفوا هذه التكشيطه اللي حتى هي مخزانيه بلديه كلها مخدومه بالصم، رشمه ديال الصم اللي كتجي عامره كلها مطروزه ورشمه بلديه كيف ما كتلاحظوا. التكشيطه كتجي كلها مخدومه الصم في الصم بالفصاله مخزانيه. وهنا غندوز معكم باش نشوفوا هذا الموديل اللي كيجي حتى هو خدمه ديال الصم كلها كتجي
كتجي تكشيطه عامره بالطرز كيف ما كتلاحظوا معايا بالصم، وكيجيو فيها سفيف اللي هما خفاف حتى هما مخدومين بالصم. بالنسبه لهذا الموديل فتكشيطه اللي كتجي بالكول طالع كيف ما كتلاحظوا معايا، مخدومه بالسفيف وكيجي فيها الزواق ديال المعلم والتنبات. وهنا غندوز معكم باش نشوفوا هذا الموديل ديال القفطان اللي كيجي رومي في اللون الاسود مخدوم بالتنبات كيف ما كتلاحظوا معايا. الشكل ديالو هنا كيفاش كيجي. بالنسبه للقفطان التحتاني كيجي مخدوم بزواق ديال المعلم، ومن التحت كيجي كلوش بحال الشكل ديال كسوه، كيف ما لاحظتوا معايا الرشمه ديال التنبات ديالو كيفاش كتجي. وبالنسبه للخدمه ديالته كلها مخدومه اللون في اللون. وهنا غندوز معكم باش نشوفوا هذا الموديل ديال التكشيطه اللي كتجي في اللون البلو مارين كيف ما غتلاحظوا هنا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي. بالنسبه للتكشيطه كتجي مخدومه بالضفير مضوبلين اللي كيجيو هابطين حتى لتحت في نفس اللون ديال التكشيطه. وهنا غندوزو باش نشوفوا هذا الموديل ديال التكشيطه اللي كتجي في اللون البيستاج. بالنسبه للتكشيطه هنا مخدومه بزواق المعلم، كلها كتجي عامره وكتجي فيها سفيفه. بالنسبه للسفيفه ديالتها ما كتجيش عريضه بزاف كيف ما كتلاحظوا معايا، وكتجي خدمه اللون في اللون. وهنا غندوزو نشوفوا تكشيطه وحده اخرى اللي كتجي مخدومه بالسفيف. بالنسبه للتكشيطه هنا كتجي في اللون الرمادي اللي كيجي مفتوح بزاف قريب اللون الابيض كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للتكشيطه في صالتها كتجي مخزانيه، وهنا الشكل ديالها كيفاش كيجي فيها كذلك حتى زواق المعلم. وهنا غندوزو باش نشوفوا موديل اخر كيجي في اللون الزيتي كيف ما كتلاحظوا معايا. تكشيطه اللي كتجي سامبل خدمه اللون في اللون. بالنسبه للفصاله ديالتها كتجي فصاله مخزانيه لانه كيجيو فيها الفتاحي من الجناب كيجيو طالعين كيف ما كتلاحظوا هنا الشكل ديالها كيفاش كتجي خدمه اللون في اللون غير بالسفيفه سامبل. وهنا غادي ندوزو باش نشوفوا موديل اخر. بالنسبه لهاد التكشيطه هذه كتجي عامره بزواق المعلم، تكشيطه اللي عامره ومشارجيه كيف ما كتلاحظوا معايا. كتجي فصالتها مخزانيه وكتجي عامره بزواق المعلم والتنبات. بالنسبه للخياطه ديالتها كتجي خفيفه كذلك كيجي فيها حتى التنبات. وكاين هذا الموديل ديال التليجه، تكشيطه اللي كتجي مخدومه بالتليجه توب ديال التليجه العادي مخدومه بزواق المعلم. بالنسبه للتفينه كيجي فيها الكول طالع، وكيف ما كتلاحظوا هنا القفطان ديالها كيجي بالكول في ومخدوم بزواق المعلم حتى هو. بالنسبه لهذا الموديل فهو تكشيطه ديال المبرة كتجي في اللون البوردو مخدومه بالسفيف ديال الصم، وكيجي فيها زواق المعلم. كذلك هنا كاين هاد التكشيطه هادي حتى هي خدمه ديال زواق المعلم، كتجي عامره كيف ما كتلاحظوا معايا ومخدومه بالسفيف. كيجيو فيها الكميم واسعين كيف ما لاحظتوا معايا في الصاله اللي مخزانيه. كذلك هنا كاين هاد الموديل كيجي في اللون الاحمر حتى هو تكشيطه اللي مخدومه بزواق المعلم بالصم والسفيف. وبالنسبه لهذا الموديل هذا تكشيطه اللي كتجي كلها عامره بالخدمه ديال السفيف، وكيجي فيها زواق المعلم خدمه مخزانيه. بالنسبه للثوب ديالها الثوب ديال الثليجه. وكاين هذا الموديل كيجي مخدوم بالسفيفه وزواق المعلم. كذلك هنا كاين هاد التكشيطه هذه اللي كيجيو فيها الالوان وكتجي مخدومه بالسفيفه بالكول طالع، وكيجي فيها حتى زواق المعلم كيف ما كتلاحظوا معايا. وندوزو نشوفوا موديل اخر من التكشيطه المغربيه اللي كتجي الثوب ديال الثليجه ومخدومه بالسفيف مطوبلين بزواق المعلم. وهنا عزيزتي غنكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.